له انا هعرفك مقامك. بيهجم بعدها عليه بكل شراسه. جين طاقته زادت جدا وشغال ضرب في تك ومش مديله فرصه يريح. دي وميرا هما كمان اتشجعوا ونزلوا ضرب فيه معاه. التلاته شغالين ضرب من كل ناحيه. بس انت بقى متخيل ان هم يقدروا على تك بالتحول الجديد يا صديقي؟ لا والله، الواد بيحاصرهم بوابل من الهجمات، بيجريهم قدامه، بيطلع لهم مخلوقات غريبه كده وبتضرب جين وبتبعده عنهم. ميرا بتجري عليه بسرعه وبتلحقه، ولكن وفجاه تك كان واقف فوقهم وبيقول لهم سلام. بيطلع شعاع احمر وبيحدفهم بيه علشان يخلص عليهم. الاتنين فكروا انها خلاص نهايتهم، ولكن دي بيتدخل وبياخد الضربه مكانهم. بيبص بعدها لصاحبه كده بنظره فخر وبيقول لهم اهربوا. جين في الوقت ده كان اتصدم من تضحيه صاحبه ليه. التشارك بتاعته جابت اخرها. بيفتكر ذكريات ليه في الماضي لما كان ملك القردة، كان قاعد في مكان محاط بالوحوش من كل ناحيه. اتباعه خلاص استسلموا، بس جين بيقوم عليهم وبيكسرهم واحد واحد. بيندع على السلاح بتاعه وفعلا بيروح له. عينه جبارة. كل اللي واقف بيتفرج كان اتصدم من حجم القوة ديت. محدش كان مصدق انها خارجة منه. في الوقت ده بقى جين اتقدم على السلاح بتاعه وصغره. تيكو كمان استشعر حجم الطاقة بتاعته، قال له هات اخرك يالا. هجم الاتنين على بعض بكل شراسة. الاتنين اشتغلوا ضرب وحرفيا الارض مش شايلاهم. تيك مش سهل وبيضرب جين وبيطلع له مخلوقات من بتاعته، بس جين ما بيسيبهاش برضه. بينزل ضرب فيهم واحد ورا التاني، بيكسر عظمهم. بيطير بعدها على تيكو بيشتغل ضرب فيه من تاني. الكل كان بيتفرج ومحدش مصدق اللي عينه شايفاه. في الوقت ده كان تيك اتحكم على جين وبقى ماشي يجرجره في الارض تحته. جين وهو بينضرب كان متعصب منه جامد. قال له مش قلت لك هعلمك الادب يالا؟ بوم بيستخدم سلاحه وبيطيره. من سرعه تمدد السلاح تك مش عارف يعمل اي حاجه وشغال يطير مش اكتر. جين هو كمان بيجري على السلاح بتاعه، بيقول له اجهز يالا. بيجمع قوته على اخره. بوم بيديله بوكس بيطيره وبيقول له دي علشان دي صاحبي. تك لسه ما فاش. بوم التاني علشان ميرا، التالتة علشان قلبه واصحابه، الرابعه علشانك يا صديقي، الخامسه بوم. لا كفايه بقى يا صديقي يا روايه ولا ايه؟ تك في الوقت ده خلاص هيعملها على نفسه. بيقع بعدها على الارض مهزوم. بيفتكر قلبه لما ضربه قبل كده. بيتعصب على اخره. بيحاول يستخدم كل قوته علشان ينهي جين ويخلص عليه، بس جين بيفوق له. بيستخدم الرعد بتاعه وبينزل عليه بتقله. بيضربه مره التانيه هوب تك خلاص بيتعدم. جين كسر عظمه. الكل حرفيا ما كانش مصدق ده ايه العظمه ديت. بيروحوا بعدها على جين علشان يحيوه، وجين في الوقت ده كان يستخدم جزء كبير من طاقته، ما عادش قادر يقف. بيقع عليهم كده، بس فجاه تك بيتحول لوحش عملاق. بيحاول يخطف جين ويمتص طاقته. ميرا ودي بيلحقوا منه، بيحاولوا يهربوا من الوحش ده. جين كان لسه رايح يهجم عليه تاني ولكن ما قدرش يستخدم طاقته، لسه هيقع. وهوبا قلبه بيسنده. بيقول له بعدها مش عيب انك تتسند على اصحابك شويه. ميرا ودي هما كمان بينضموا ليهم. الرباعي ده ما فيش منه. بيتحد الاربعه في القتال على تك وبيفعلوا التشارك بتاعتهم. بيكسروا عظمه. تك بالمفتاح ما كانش سهل وعمال يقاوم فيهم بكل شراسه، بس في الوقت ده قلبه بيتحد مع جين وبيقول له ده بتاعك. بيطيروا من على رجله فعلا، وجين بيفعل اقوى تقنيه عنده. وهوبا طريق السلام انت. جين واصحابه انتصروا على تك وكسروا دماغه. بعدها الشمس تطلع تاني والكل بيفرح من المشهد ده. تك كمان كانت طاقته خلصت. التشارك بتاعه